السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي اكل خفيف وسهل مع هدى. طبعا انا مبسوطه والحمد لله والشكر لله. الفيديو بتاع وصفه صينيه الفراخ بالبطاطس، بجد انا مش قادره اشكركم ولا اقول لكم على التعليقات الجميله اللي انتوا كنتوا كاتبينها لي. يا رب الوصفه دي تعجبكم. واهم حاجه لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعمل لايك واشتراك للقناه. انا هعمل النهارده معاكم حاجه من المعجنات، بس يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. هنعمل مع بعض وليمه من البيتزا. انا عملت بيتزا النهارده، يعني بمقادير مظبوطه جدا، وهقول لكم على المكون السحري الجميل اللي بيظبط معاكي العجينه وفي الفرد وفي العجن. بس تابعيني عشان تعرفي الطريقه والخطوات مظبوطه. البيتزا من الاكلات المحبوبه عند الكبار والصغيرين. هنعملها مع بعض باسهل مما يمكن وهتطلع معاكم ان شاء الله مظبوطه جدا. انا المقدار ده، الكيلو ونص دقيق عمل معايا 6 صواني بصاج. الصاج اللي هو الألمونيا. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. انا جبت برطمان ازاز عادي خالص، اللي هو بتاع المربى بتاع الصلصة ايا كان، بالغطا بتاعه احسن بصراحة. هحط معلقة سكر، وهجيب معلقة خميرة. الكيس الخميرة 5 جرام. انا خدت منه معلقة واحدة على كيلو ونص دقيق. كيلو ونص دقيق 12 مج ازاز، 12 مج ازاز. خليكي متابعيني واسمعي اللي بقوله كويس. ده كيس خميرة عامل 5 جرام. انا خدت منه معلقة، الكيس فيه حوالي معلقة ونص كبيرة. خدت معلقة سكر، معلقة خميرة، مية فترة، وغطيتهم، قلبتهم كويس وغطيتهم وركنتهم على جنب. انتي ليه بتعملي الخطوة دي؟ بتعملي اختبار الخميرة عشان تطلع معاكي مظبوطة، وعشان تتأكدي ان الخميرة صالحة وناجحة. عشان ما تخسريش المقادير بتاعتك لازم تعملي اختبار الخميرة ده. انا كده خدتهم وهحط الميه الفطر عليهم وهقلبهم واركنهم على جنب. هرجع واقولك المعيار الدقيق. معيار الدقيق 12 مج. الكيلو بيعمل 8 مجات ازاز، اللي هو المج الشاي بتاعنا اللي بنشرب فيه الشاي. ال 12 مج كيلو ونص دقيق. خدوا معايا معلقه سكر، معلقه خميره، وهركنها على جنب لحد ما تخمر كده، اللي هو اختبار الخميره. عندي هنا في طبق كبير حلو كده جميل زيكم، عندي كيلو ونص دقيق، عندي ربع كوباية زيت، عندي كوب، يعني مج كبير ومج صغير لبن قاطع كان في التلاجة عندي ارميه، لا طبعا رحت جايباه وضرباه في الخلاط ضربتين عشان يفك كل التكتلات اللي فيه، وعجنت بيه. وطبعا المكون السحري اللي بقول لكم عليه اللي هو دقيق الذرة، اللي هو بمعنى اصح دقيق البسيسة، بتجيب الابيض او الاصفر. وعندي البهارات الجافة بتاعتي، معلقة زعتر، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، معلقة سكر كبيرة، ذرة ملح، وذرة بيكنج صودا. بتحطيهم عليها وبتظبط لك العجينة. وده طبعا اختبار الخميرة هو 10 دقايق، وزي ما انتوا شايفين لو كنت سبته اكتر من كده كان انفعل معايا اكتر، يعني كان عالي معايا اكتر. انتي لازم تعملي عشان تتأكدي اذا كانت الخميرة صالحة للاستخدام ولا لا، يعني مدة صلاحيتها مظبوطة ولا منتهية، وكمان تتأكدي ان نوع الخميرة كويس. ده كده المج الاولاني الصغير، وده المج الكبير. المج الكبير يعني هو كده خدوا معايا 2 مج، كوبايتين كبار من اللبن. مش موجود عندك تقدري تحطي لبن عادي، او تقدري ان انت تعجنيها بميه. خدت معلقتين من دقيق الذره، هيفرق معاك والله يا جماعه، جربوه والله وهتدعوا لي. معلقتين على المقدار ده. وهبتدي ان انا هجيب ميه فتره وهعجن بيها. هعجن لحد اما العجينه تتلم معايا. الزيت انا مش هستخدمه دلوقتي، هركنه على جنب دلوقتي لحد ما الم العجينه بتاعتي. كيلو ونص دقيق، مجين لبن فاصل، ربع كيلو، ربع مج زيت، ميه على حسب الاحتياج. البهارات طبعا بملح، توم باودر، زعتر، سكر، ذرة ملح، ذرة بيكنج صودا. مش متوفر البيكنج صودا مش لازم تحطي، تقدري تحطي بيكنج باودر. هبتدي كده اجيب الطبق بتاعي وهلم العجينه واحط الميه بالتدريج. هحط الميه بالتدريج، طبعا انا بشمر وبعجن. العجين خير في البيت، ريحته وطعمه وبركه وخير من عند ربنا. ما تكسليش وقومي سمي الله واعملي. انت دلوقتي عشان تجيبي بيتزاية بالحجم اللي انا عملته ده مش اقل من 70 جنيه. والله ما اقل من 70 جنيه. ويا تطلع معاكي حلوة يا تطلع معاكي مش حلوة. انا ماشية على الطريقة دي من زمان وبعمل بيها من زمان.
انا ما بنزلش وصفة على القناة والله غير لما اكون مجربوها، وبعرف ايه الحلو وايه الوحش وايه الناجح وايه اللي غير ناجح معايا. انا كده لميت العجينة بتاعتي وحطيتها على الرخامة. طبعا انا مش متوفر عندي عجينة، ما عجنش، لا طبعا لازم أنا اعجن. قومي كده عجيني وسمي الله. هبتدي ان انا بقى احط الزيت بتاعي بعد ما لميت العجينة كويس قوي. هبتدي احط الزيت بتاعي وابتدي الم العجينة كويس قوي معايا. ده شكلها كده بعد ما كل دي اللي فيها وكل حاجة اتلمت مع بعضيها. بسم الله كده، واللهم صل على سيدنا محمد. بس اهم حاجة لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لايك واشتراك للقناة. وهنعمل برضو مع بعض الصلصة بتاعت البيتزا. بصوا جميلة جميلة مريحة نفسيا. طبعا انا عشان ما اتعصبش على حد او ما اتضايقش فبقوم عجنة. يعني طلعي كل اللي جواكي في العجن. بصوا جميلة العجينة حلوة قوي. الله اكبر عليها، طرية وناعمة. بصوا هي كده اتلمت معايا وناعمة جدا، ناعمة جدا جدا. انا هسيبها تخمر حوالي ساعة. طبعا انتي بتعرفي ان هي خمرت لما تلاقي عليت معاكي. هحط كده معلقة زيت كده من فوق ومن تحت، وهغطيها واركنها على جنب. يجي ساعة، هنقعد ساعة من غير ما نعمل حاجة؟ لا طبعا مش هنعمل. في الساعة دي هنعمل صلصة البيتزا، في الساعة دي هنقطع الخضار بتاعنا، في الساعة دي هنحضر كل الحاجة بتاعتنا. اي مكان دافي حطيها فيه. ممكن تفتحي الفرن دقيقة واحدة يدفى وتقومي طفيه العين النار بتاعته وتحطي العجينة تخمر معاكي. احنا طبعا عشان الجو ساقع فهي ممكن تاخد وقت معاكي. الصلصة بتاعت البيتزا عندي نص كيلو من القوطة، عندي بصلتين حمر صغيرين، عندي 5 فصوص توم. هحطهم على النار، هقطعهم زي ما انتوا شايفين واحطهم على النار لحد بس ما يدبلوا. مش هحط فيها مية، هي الخضار كله هينزل ميته. تمام كده، هي دبلت معايا ونزلت كل المية بتاعتها. هضربها في الخلاط كويس جدا وهرجع بيها على النار تاني. دي اسهل طريقة للبيتزا، بس اعمليها وجربيها، واكيد لو عجبتك تكتبي لي برضو في التعليقات. انا ضربتها في الخلاط ونعمتها كويس. البهارات بتاعتي زعتر، توم باودر، بصل باودر، معلقة سكر، وطبعا الملح انت بتظبطيه، ما تكتريش ملح. حبة طبعا الزيت اللي انا قلت لكم عليهم في الاول ركنتهم على جنب، حطيتهم حوالي معلقتين زيت. حطيتهم على الصلصة كده وهبتدي بقى اسيبها معايا لحد ما تتقل خالص، يعني تتقل مش تنشف، تتقل معاكي. دي اسهل طريقة للبيتزا، طعمها جميل جدا والله. لو انت حباها سبايسي يعني حرقة تقدري تحطي فيها شطة. طبعا انت بقى بتحطي لو عندك صوص الباربيكيو بتحطي معلقة، مش متوفر عندك بتحطي معلقة صلصة. وهقلبها كده واسيبها كده على نار هادية تاخد وتدي مع بعضيها لحد ما اخلص احضر الخضار. بس طبعا انا ما صورتش تقطيع الخضار، بس هو سهل عادي يعني، مش محتاج تصوير. بتجيبي فلفل رومي، بتجيبي طماطم، حبة فلفل حراق بتحطي وتقطعهم قطع صغيرة على حسب ما انت عايزة. كده العجينة زي ما انتوا شايفين زادت معايا الضعف. الحاجة بقى اللي هحطها في الفرد، تابعوني كويس ركزوا معايا في النقطة دي. بتجيبي معلقتين دقيق، وبتجيبي معلقتين دقيق الذرة اللي انا استخدمته في العجينة، وبتخلطيهم على بعض وتفرديهم على الرخامة، وتقطعي قطعة العجينة على قد كف ايدك، وعلى حسب الصينية بتاعتك. لو الصينية صغيرة يبقى القطعة مش كبيرة، لان هي هتزيد معاكي. احنا عايزين ناكل بيتزا مش عايزين ناكل فينو. زي ما انتوا شايفين لما بتحطي دقيق الذرة مع الدقيق الابيض وترشي على الرخامة بتفرد معاكي العجينة بكل سهولة. بصوا المقدار الدقيق ده عمل معايا 5 صواني بيتزا، وعمل معايا صاج. والله زي ما بقول لكم هي كانت وليمة من البيتزا. طبعا انتي بقى الجبنة الموتزاريلا احنا عارفين ان هي غالية، تقدري بقى تجيبي ربع في نص وتشيليهم في الفريزر لحد ما يبقوا كمية معاكي، ولما تيجي تعمليهم تلاقي الجبنة موجودة عندك. انا هفرد كده اول صينيتين وهوريكم الحشو اللي انا هحطه. طبعا انتي عشان تلاقي نتيجة افضل في الجبنة، الجبنة الموتزاريلا طبعا احنا عارفين ان هي ملهاش طعم، فاحنا عايزين طعمها نعملها بايه؟ بتجيبي جبنة رومي وبتبشريها او تقطعي قطع صغيرة خالص
وتقلبي كله في قلب بعضه، في قلب الجبنه الموتزاريلا. وانت يعني انت ما تحطي الجبنه موتزاريلا في طبق، هتحطي عليها معلقه زيت وتحطي عليها حبه زعتر وتقلبيهم مع بعض. الجبنه الموتزاريلا، الجبنه الرومي، معلقه زيت، حبه زعتر، وتقلبيهم في بعض كلهم كويس جدا. بصوا قطعه العجينه على قد كف ايدي، ممكن اصغر كمان. ما بحبش البيتزا تكون هشه، ما بحبهاش تكون منفوشه او عاليه قوي، بحب سمكها رفيع. اللي بيحبها زي كده يكتب لي في التعليقات، اللي بيحبها زي ريقه كده يكتب لي في التعليقات. انا كده بصوا دي تاني صينيه. جربي دي الذره اللي انا قلت لك عليه، لقيتي ابيض مش مشكله، عادي برضو ابيض او اصفر، هي نفس النتيجه. هتحطي معلقتين في العجينه وهتحطي معلقتين مع الدقيق في الفرد. يعني انت لما تيجي تفردي العجينه تحطي معلقتين من ده ومعلقتين من ده وتفردي، هتطلع معاكي مظبوطه جدا وبتفرد معاكي بكل سهوله، وبتخليش العجينه تلم معاكي او تبقى صعبه في الفرد بتاعها. انا كده بفرد الصينيه التانية وهوريكم شكل صلصه البيتزا دلوقتي بعد ما خلصتها وطفيت عليها. طبعا انت بتدفي عليها تبرد خالص، ما تحطهاش وهي سخنه عشان ما تعملكيش انفعال في العجينه وتلاقي العجينه ما استوتش معاكي او عجنت معاكي. طبعا انت بتخرمي بالشوكه، لازم دي خطوه مهمه جدا، تخرمي بالشوكه كويس جدا عشان ما تنفش او العجينه تزيد معاكي. دي تالت صينيه، بس طبعا انا في حاجات كتيره ما صورتهاش. كده دي اول صينيه. الصينيه مقاس الصواني دي حوالي 32 او 34. الصواني اللي انا عملت فيها كانت كبيره. بصوا شكل ده كده شكل الصوص البيتزا بعد ما ايه، صلصه البيتزا اللي بعد ما خلصتها وطفيت عليها. بصوا تقيله معاكي، مش خفيفه ولا تقيله قوي. طبعا طعمها كان تحفه. طبعا تاني حاجه بتبداي بيها بعد الصلصه بتحطي شويه جبنه عشان تمسك لك كل الخضار اللي انت بتحطيه. اي حشو عندك حطيه. هحط الطماطم واحط الفلفل الاخضر، كل الحاجات دي انا مقطعها قطع صغيره. عندك زيتون، اي حاجه انت عايزه تحطيها مع الحشو حطي. شاورمة فراخ، شاورمة لحمة، سجق، لانشون. انا اللي كان عندي بسطرمة فحطيت بسطرمة، بصراحة كان طعمها تحفة. اي حاجة انت عايزة تحطيها حطيها. كده هبتدي ان انا ارص الزيتون. هحط برضو زيتون واحط شوية جبنة تاني على الوش. الفكرة في ان انت تحطي اول مرة جبنة، ان الجزء اللي تحت لما تحطي له جبنة بيمسك في كل المكونات اللي انت بتحطيها، كل الحشوة بتاعتك بتمسك، ما بتفكش منك ولا بتقع منك. هحط كده الزيتون تاني، يعني هبتدي اكمل حبة زيتون تاني. حباها سبايسي تقدري تحطي حبة شطة او فلفل حراق. طبعا انا بعد ما خلصت رحت حاطه رشة بسيطة خالص من الزعتر، ده فلفل حراق عشان انا بحبها حراقة بصراحة. طبعا انتي الفرن بتاعك بيكون سخن قبلها على درجة الفرن تكون عالية جدا، على درجة عندك في الفرن. تحطيها في الرف اللي في النص تستوي من تحت وتاخديها وش من فوق، بتبقى جميلة وبألف هنا وشفا. ده كان شكلها بعد ما خلصتها، تحفة وطرية وجميلة جدا. وقعدت معايا لتاني يوم، اللي فاض معايا تاني يوم يعني سخنته في الفرن، كانت طرية وطعمها تحفة والله. جربوها وهتعجبكم جدا. طبعا عشان تلاقي تقطيع كويس، يعني الحاجة الحلوة اللي عملتها برضو ان انا جبت المخرطة بتاعت الملوخية وقطعت بيها، كانت سهلة وقطعت لي القطعة مثلث مظبوط جدا. اهم حاجة الفرن يكون سخن وما بتكملش 10 دقايق او ربع ساعة، ما تزودهاش عن كده. وخلي بالك بقى عشان ما تتحرقش من تحت. طعمها كان تحفة وكانت جميلة بصراحة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وجربوا المكون اللي انا قلت لكم عليه ده، هتلاقوه فرق معاكم جدا. هرجع واقول لكم المقدار ده عمل معايا 5 صواني مدورين، وعمل معايا صاج من اللي هو السجوان الألمونيا الصغير. كانت جميلة. جربيها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبك. طبعا انت لو عايزة تقللي في الكمية بتقللي في المقادير. ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، واكتبوا لي كده في التعليقات برضو، قولوا لي رأيكم في المكونات دي او في الطريقة بتاعتها، بس انا واثقة ومتأكدة ان هي تعجبكم.
شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم.